يا صباح الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني. جايلكم النهارده فيديو بقى كده، مش بداية اليوم. انا صاحية النهارده متأخرة شوية، فقمت كده فطرت، وبعد كده غيرت الملاية بتاعة السرير. كنت جايبة شوية ملايات جديدة، فغيرت ملاية السرير. ما صورتش معاكم لان بصراحة ما كنت لسه صاحية، ما كنتش قادرة، بس هوريكم شكل الملاية يعني اللي انا فرشتها وكده. وبعد كده عملت الأوضة بقى كده بالمكنسة على طول، وروقت التسريحة. وبعد كده دخلت على المطبخ عندي كان يضرب يقلبه، مليان مواعين كتير جدا. بس علشان كنت عايزة انجز وعايزة اعمل غدا بسرعة، فقلت اعمل غدا وبعد كده هبقى اروق معاكم المطبخ. بس والبوتاجاز عندي متدمر. كنت محمرة امبارح سمك، وكنت غالية لبن وكده، واللبن فار، والطرطشة بتاعة الزيت بتاعة السمك والبطاطس غرقت البوتاجاز، فقلت برضه هغسله. بس هنا فتحت التلاجة بتاعتي شوف ايه في الفريزر عندي، لقيت لحمة وكده، فطلعت كيس لحمة. بس لقيت هنا الكيس ده الكمية دي كتيرة عليا انا وجوزي، فقلت اطلع كده اخد اللي انا هاخده منها واشيل الباقي تاني في الفريزر. انا عارفة ان هو غلط ان انا بعد ما اطلع الحاجة من الفريزر تفكر ارجعها تاني. انا على طول ما بشتري فراخ او لحمة او اي حاجة يعني بشيلها في الفريزر، بحب ان انا اقسمها في الاكياس وبعد كده اشيلها. الكيس ده اكيد انا نسيت، يا اما كنت مثلا عاملاه كمية زيادة شوية عشان لو عازمة حد او حاجة. بس نضفت هنا بقى اللحمه كده زي ما انتم شايفين، وخدت الكميه اللي هتقضيني، وجبت بقى كيس كده فاضي. قلت اشيل بقيه اللحمه احطها تاني في الفريزر. بس انا هعمل لحمه، وهعمل رز بشعريه، وهعمل ملوخيه، وهعمل رز بلبن عشان بقالي كتير ما عملتوش خالص، فقلت اعمله. وبعد كده قلت ان انا هبدا اروق المطبخ. بس وجبت حاجات من السوبر ماركت برضو طلبتها، فهوريها لكم برضو في اخر الفيديو. جيت بقى هنا كده على البوتاجاز، طلعت الحله اللي انا هعمل فيها اللحمه، ونزلت فيها بقى كده بشويه زيت ذره. وبعد كده بعد ما الزيت يسخن هبدا ان انا انزل باللحمه. هنا الصينيه دي كنت عامله فيها جلاش امبارح. يعني انا امبارح كنت عامل جلاش وفراخ، تمام. بعد كده غيرت رايي بعد ما عملت الجلاش، قلنا هنعمل سمك. فقلت خلاص اشيل الجلاش في التلاجة واعمل سمك، ونبقى النهارده نتغدى بالجلاش. بعد كده جوعنا بالليل، فروحنا اتعشينا بالجلاش وكده، وبقى كام قطعه كده شلتهم في علبه في التلاجة. وقلت ان انا اغسل بقى الصينيه بالمره مع المواعين اللي انا هغسلها. والبوتاجاز قلت هغسله النهارده في اخر اليوم بعد العشاء مع المواعين بتاعه الغدا، يعني مكان الغدا ومكان العشاء. بس هنا كده نزلت باللحمه، وبعد كده نزلت عليها بشويه فلفل اسود وسبع بهارات، وبصلايه متقطعه، وكباب صيني وحبهان ورق لورا. بس ما حطيتش اي حاجه تاني. وهبدا بعد كده ان انا اشوح في اللحمه، وبعد كده انزل عليها بميه سخنه لما مولعه الكتل على ميه عشان تسخن، علشان اسلق فيها اللحمه. انا سلقتها النهارده عادي، ما عملتش فيها اي افتكاسه ولا حطيت اي حاجه تاني، عشان انا محتاجه الشوربه علشان خاطر اعمل بيها الملوخيه. الفيديوهات دي طبعا انا قايله لكم ان الفيديوهات دي قديمه، كلها متصوره من قبل رمضان. وفي منها متمنتج، بس انا بكمل عليها يعني بمنتج فيها شويه حاجات، وبسجل عليها صوت، وبعد كده بنزلها لكم. لكن الفيديوهات دي مش جديده، ومش عارفه يعني ان انا هصور لكم امتى فيديوهات جديده. مش عارفه في اي فيديو هينزل لكم برده الفتره الجايه، زي ما كنت قايله لكم ان دي كلها فيديوهات قديمه. في منها متمنتج بس محتاج ان هو يعني اسجل عليه صوت، وفي عليه صوت، فكل ده بجمعه وبظبط الفيديوهات كده وبنزلها. بس انا بقى خلاص سبت اللحمه تتسلق، وبدات ان انا كده اروق الرخامه زي ما انتم شايفين. والمواعين بصوا قد ايه على الرخامتين، الناحيه دي مواعين والناحيه دي مواعين. هغسل كده شويه المواعين، وبعد كده هنكمل مع بعض بقيه الفيديو. وقلت لكم جبت حاجات من السوبر ماركت برضو هصورها لكم، بس هحطها لكم كده في اخر الفيديو.
هنا بقى كنت خلاص خلصت المواعين، ما فاضلش غير الطاسه دي كان مكانها سمنه، فالطاسه كانت مدهننه. نزلت عليها كده بشويه ميه سخنه، والطاجن ده والصينيه بتاعه الجلاش برضو كانت مكانها سمنه، وانا ما عنديش ميه سخنه عندي في الحنفيه، فبرضو كنت مسخنه ميه، قلت اعمل كده في شويه ميه سخنه، وبعد كده ان انا هبقى اغسلهم بالليل مع المواعين اللي هي مكان الغدا والعشاء. بس قلت بقى هنا كده هعمل رز بلبن. حطيت بقى هنا كده الرز، انا هعمل كميه صغنططه، هعمل بتاع 3 او 4 اطباق، وحطيت عليهم الميه وسبت الرز بقى كده يتسلق زي ما انتم شايفين لحد ما وصل للمرحله دي، يعني شرب الميه كلها اللي انا كنت حطاها. بس وده هنا لبن، نص كيلو لبن. ما كنتش غلياه، انا على طول بعمله كده، يعني مش بغلي اللبن قبلها، احيانا بغليه لو هو مغلي، لكن لو مش مغلي عادي بحطه كده على طول. بس نزلت بقى هنا كده بنص كيلو اللبن. بس وهنا كان في تلج كنت سايباه في الطبق علشان خاطر يفك، وببدأ ان انا بقى كده اقلب اللبن مع الرز زي ما انتوا شايفين. بس انا هنا كنت موطيه النار، مش بعلي عليه النار بس، وهسيبه بقى شويه كده لحد ما يبدأ يغلي كده. هنا كان خلاص غلي، سبته بالظبط ما كملش 4 5 دقايق بس. وبعد كده بقى هنا نزلت بالسكر ونزلت كمان بكسين فانيليا. طبعا فانيليا عادي اللي هي السايله، يا اما الفانيليا اللي هي الاكياس، بس انا بحب الفانيليا الاكياس دي على طول بستخدمها في اي حاجه. بس هبدا بقى كده ان انا اقلب علشان خاطر السكر يدوب. عايزه اقول لكم ان طريقتي في الرز بلبن دي حلوه قوي 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 قوي. والوش كمان بتاع الرز بلبن كده بيعمل وش مكشكش كده، بيبقى طعمه تحفه تحفه تحفه. بس غطيته بقى هنا كده وسبته شويه يغلي برضو. بعد كده رفعت عليه الغطا. هنا بقى كنت مدوبه معلقه نشا في شويه لبن. بس يعني بعد ما اتاكد ان خلاص الرز يعني الرز استوى والسكر داب واللبن غلي، بدوب بقى معلقه نشا بقى كده في شويه لبن، وبعد كده بنزل عليهم في الاخر اقلب كده تقليبتين، وبعد كده بقفل على الرز بلبن. بس ده القوام اهو زي ما انتم شايفين اللي هو بتاع الرز بلبن. بصوا ولا هو تقيل ولا هو خفيف. ومجرد بقى ما بحطه كده في الاطباق او البولات واسيبه يهدى بقى كده شويه، بحس ان هو بقى يتماسك بقى كده وبقى حلو. بس انا بقى جبت البولات الصغنطوطه دي، البايركس دي، وهبدا ان انا احط فيها الرز بلبن يبرد، وبعد كده بحطه في التلاجة علشان يجمد شويه. عمل هنا معايا بالظبط 3 بولات، بولتين من دي كده وسط حلوه، بوله اصغر منها شويه. فانا قلت بعمل رز بلبن على ما اللحمه تستوي، لان الرز بلبن برضو ياخد وقت شويه في ايه، مش في عمايله، في ان هو لسه يبرد وبعد كده احطه في التلاجة. فعايزين برضو ان احنا ايه نحلي بالرز بلبن بعد الغدا. فهنا كنت خلاص خلصت وغرفت الرز بلبن، فقلت ابدا بقى ان انا اعمل ايه الرز، وهعمل الملوخيه تمام، لان خلاص اللحمه كانت يعتبر استوت. انا كل ده طبعا الفيديو يعني مش متصور كل ده ورا بعضه، بيبقى فيه فرق يعني كام ساعه بقى كده. اللحمه قعدت معايا بتاع ساعه وربع مثلا على ما استوت. بس يعني ما قدرتش ان انا اطلع حله الضغط اعمل فيها بصراحه، قلت الكميه مش مستاهله يعني. بس فعملتها عادي في حله عاديه. بس هنا بقى قلت اعمل الرز. نزلت بقى هنا كده بشويه زيت وحته سمنه بلدي كده صغنططه، ونزلت بالشعريه، بدات ان انا احمر الشعريه، وبعد كده نزلت عليها بشويه رز اللي انا عاملاهم. كنت غاسله الرز وبدات ان انا اشوح بقى كده في الرز، وبحط بقى هنا بقى في الرز ملح وفلفل اسود وكبابه صيني، رشه فلفل اسود كده صغنططه، وبحط كمان كبابه صيني بتدي طعم حلو. وبس والملح وبس كده. بعد كده بقى قلت هعمل الملوخيه وهعمل الطشه بتاعه الملوخيه، وكده خلاص انا كده الغدا بتاعي خلص، والحمد لله يعني خلصت قبل ما جوزي يجي. بس هنا بقى قلت مش هحط ميه، هحط شوربه. بس الشوربه بتاعه اللحمه عملت بيها الرز وعملت بيها كمان الملوخيه. بس حطيت بقى كده الشوربه، انا كنت معليه النار، قلت مجرد ما الرز يشرب الشوربه بتاعته هبقى اوطي عليه بقى واسيبه عادي يتسلق. بس انا كنت بوريكم اللحمه بتاعتي اهي، بصوا استوت ولون الشوربه جميل اهو. الشوربه بتبقى حلوه قوي 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 لما بشوح اللحمه قبل ما اسلقها، وما بتعملش بقى ريم والكلام ده كله. بتعمل ريم امتى؟ لو انا سخنت الماء الاول خليته، وبعد كده نزلت باللحمه. بس انا الرز كان خلاص اهو زي ما انتم شايفين استوى وما لزقش في الحله الحمد لله. الحلل دي ما بتلزق يعني مش بتلزق فيها الاكل، وكمان عشان انا كنت موطيه النار.
بس بحب بقى كده في الاخر احط حته سمنه بلدي بقى كده او زبده اللي موجوده عندي على الوش بقى كده، وببدا اقلبها كده في يعني في الرز. عايزه اقول لكم ان هي بتدي طعم حلو قوي 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 للرز. بس شلت الرز على جنب. وجبت جيت هنا عشان اعمل الطشه. جبت الطاسه النون الصغنطوطه دي، نزلت بقى فيها كده بحته سمنه بلدي حلوه. وهنا كنت فارمه في الكب توم وقرن فلفل اخضر. عايزه اقول لكم الفلفل الاخضر حلو قوي بالملوخيه، بيدي لسعه كده حلوه، لسعه الشطه، وبيدي طعم حلو. بس ونزلت هنا بقى كده بشويه كزبره، شويه كزبره كتير عشان انا بحب طعم الكزبره في الملوخيه. وانا كنت مطلعه كيس الملوخيه عشان خاطر يفك. بس انا كنت بطلع الحله بتاعتي علشان خاطر اعمل الملوخيه على ما الطشه تتعمل. بس هحط بقى الشوربه في الحله وهنزل بالملوخيه. مش هعمل الكيس كله طبعا، بعمل نصه بس. بحب ان انا احط الملوخيه الشوربه شويه صغنطاطين، بعد كده احط الملوخيه. لو احتاجت ازود شوربه، لكن ما زودش الشوربه وبعد كده احط الملوخيه. لو طلعت خفيفه مش هعرف احل الموضوع، لكن لو الشوربه قليله عادي ازود عادي شوربه بعد كده. بس حطيت باينه كده شويه الملوخيه دول، لقيتها محتاجه تاني شويه فزودت تاني شويه ملوخيه. لان انا كمان ما بحبش الملوخيه تبات، بناكلها في نفس اليوم، لو باتت بتترمي، فعشان كده حرام ان انا ارميها. فبعمل الكميه على القد، ببقى ظابطه نفسي كده، ببقى عارفه الكميه اللي احنا بناكلها. بس بديها تقليبه بقى كده 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 كانت فكه، عشان انا قلت لكم كنت بطلعها علشان تفك وكده. بس وانا خلاص كنت بعمل الطشه وهبدا انزل بيها على الملوخيه. احلى احساس وانا بطش الملوخيه كده بالطشه. عايزه اقول لكم الريحه تحفه 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 تحفه، طعمها بجد تحفه، كان طعمها حلو قوي بصراحه. بس خلصت بقى هنا خلاص الحمد لله الغدا. وهنا بقى كنت طالبه طلبات من طلبات، شويه حاجات بقى كده عشان ما كنتش قادره انزل انا اجيبها. فكنت جايبه عيش توست، وكنت جايبه العيش اللي هو الشامي ده. كنت طالباه كبير بس مش عارفه ايه اللي جابه صغنطر بصراحه، بس قلت عادي بينفع في الفطار او في العشاء، ساعات بنفطر بيه او بنتعشى بيه بصراحه. بعمله بقى كده بالسندوتشات، جبنه او جبنه رومي او لانشون او لبنه، اي حاجه يبقى طعمه حلو. بس جبت انا بتنجان رومي عشان كنت عايزه اعمل مسقعه، وجبت خيار، وجبت كمان استفندي، وجبت موز. جبت ايه تاني؟ جبت بطاطس، مكانش عندي بطاطس وما لقيتش بطاطس. لقيت البطاطس النون الصغنطوطه دي، قلت مش اشكال اجيبها لحد ما ابقى انزل اجيب الحاجات اللي ناقصاني. بس وهنا كنت عايزه كبده وقوانص عشان كنت عايزه اعمل شوربه لسان عصفور بالكبد والقوانص. بس جبت ايه تاني عشان مش فاكره. جبت زبادي بالفراوله، مش عارفه ده فراوله بتهيألي. جبت النوعين دول بس. وجبت بيبسي. ايه تاني؟ بس كده، دي كانت شويه المشتريات اللي انا طلبتها من السوبر ماركت. هوريكم بقى دلوقتي الملاية الجديده اللي انا جبتها وفرشتها، قولي لي برضو رايكم ولا حلوه ولا لا. بس انا بصراحه عجباني قوي، وجبت منها كام لون كده حلوين نفس الديزاين بتاعها ده. بس كده يكون يومي النهارده خلص معاكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وكومنت حلو. ان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل مع بعض تنظيف المطبخ، فاستنوني ان شاء الله فيديوهات تانية تعجبكم. هتوحشوني جدا، وباي باي.